السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب ست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف سلام. يا رب يجعل النهاردة يومكم هادي ونادي ومليان بالفرحة والسعادة. قولوا امين زي ما كده ما ست بسيطة بتقول. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. وقبل ما نقول اي حاجة ما تنسوش تحط اللايك وتعملي اشتراك لو انت مش مشتركة وتابعينا. النهارده حبايب قلبي انا جايه اقدم لكم وصفه كيك سهل بسيط. الكيك يا حبيبه قلبي بنعمله بكوبايه واحده. الكيك كمان يا حبيبه قلبي كيكه الخلاط، يعني بدل عجين وحاجات من دي، لا كيكه الخلاط على طول اضرب اضرب وهتلاقي احلى كيكه الشطريه باذن الله. طب ايه مقاديرنا؟ تعالوا. مقاديرنا يا حبايب قلبي عباره عن ايه؟ اولا كده انا عندي كوبايتين من الدقيق، عندي حبايب قلبي فانيليا، كيس من البيكنج باودر، بيضايه واحده، نص كوبايه من السكر، وعندي حبايب قلبي معلقه كبيره خل، وكوبايه زيت، وكوبايه حبايب قلبي لبن. الكوبايه حبايب قلبي دي انا اللي عيرت بيها كل البتاع، يعني حطيت هنا كوبايتين من نفس الكوبايه او نفس الحجم كده بالظبط يا حبايب قلبي. طيب هعمل ايه دلوقتي يا حبايب قلبي؟ جهزت الخلاط الجميل. هعمل ايه؟ انا دلوقتي مش هحتاج الدقيق، انا هاخد كل السوائل، يعني بالمعنى انا هاخد كوبايه اللبن، كوبايه الزيت، كوبايه نص كوبايه من السكر، ومعلقه خل كبيره، وهنزل بالبضايه والفانيليا، وكده هستغنى عن البيكنج باودر والدقيق. هضربهم واعرف كده ان هم تجانسوا كويس قوي، وبعد كده حبايب قلبي اقول لكم هنعمل ايه تفاصيل واحده واحده اهو. ادي حبايب قلبي بعد ما ضربت كويس، بصوا قوامه حلو قوي ازاي. بصوا بقى بصوا حبايب قلبي، انا دلوقتي قلبت الدقيق مع البيكنج باودر والدقيق يا حبيبه قلبي تكوني نخلاه كويس قبلها، عشان ده بيساعد على ان يدخل الهواء في قلب ايه الكيكه يا حبيبه قلبي. طيب هعمل ايه؟ انزل يا حبايب قلبي الدقيق تدريجي على حسب ما الكميه بتاعتي يا حبايب قلبي تخلص، وانزل واقلب، انزل واقلب اهو. اول حبه معاه، ولازم يا حبيبه قلبي تقليب يبقى في اتجاه واحد، الكمية التانية واقلب في اتجاه واحد. هنزل بقى باخر كمية يا حبايب قلبي معايا واقلب في اتجاه واحد. جبت صينية حبيبة قلبي وقمت عفرتها بدقيق بعد ما دهنت زيت. هنزل بقى واسمي بالله بالخليط بتاعنا. انا دلوقتي حبايب قلبي صبيت الخليط في قلب الصينية حبيبة قلبي، وعملت ايه؟ شغلت الفرن عشان يبقى سخون قوي، وبعد كده حبيبة قلبي اكون موطية النار على درجة متوسطة، وبعد نص ساعة يا حبيبة قلبي ابص عليها لقيتها كده استوت وتمام، بطرف السكينة كده من نص الصينية اشوفها، لقيت يا حبايب قلبي السكينة طلعت نضيفة، يبقى كده استوت. لسه اسيبها كمان شوية. بس كده يا حبايب قلبي، دي احلى كيكه حبايب قلبي. انا عملت ايه؟ زي ما قلت لكم سبتها 25 دقيقه بالظبط، بصيت عليها لقيتها مش محتاجه اي حاجه سوى تاني. بعد كده يا حبيبه قلبي تقومي قافله عليها وتقومي سايباها 10 دقايق بالدقيقه، 10 دقايق بالدقيقه. انا هوريكم قطعه منها لان دي لسه فيها شغل تاني. هلكوا بقى لما اطلعها على صينيه اكبر واقول لكم هنعمل فيها ايه. بشوكه كده هقوم يا حبايب قلبي منغزه كده الاطراف. بصوا حلوة قوي، يعني بصي هي مش مستحملة. ونغزت كمان 3 من هنا، وهبدأ بقى يا حبايب قلبي سقسها بشوية لبن بمعلقة كده يا حبايب قلبي، وابدأ ان انا ارشرش. بصوا هي بتمتص لوحدها يا حبايب قلبي. ما سقسقتها انا هنا عندي يا حبايب قلبي صوص الشوكولاته. انا مش عارفه، انا ان شاء الله باذن الله هصور لكم، مش عارفه هينزل قبل ده ولا بعد ده، بس ان شاء الله ان انا كده صورته كده يا حبيبه قلبي. هقوم عامله انزل كده، وبعد يا حبايب قلبي نزلنا بالصوص الجميل ونزلنا شويه مكسرات. عندك يا حبيبه قلبي فاكهه، ما تقولش لا، قطعها قطع كده ورشيها، هتبقى شكل جميل وتحفه بأقل المكونات، بأبسط الطرق. عملنا أحلى كيكة يا حبيبة قلبي، أحلى كيكة كده
قولي تورته بقى، احلى تورته باقل المكونات وحاجات موجوده في البيت، ما خدتش مننا اي حاجه. دي حبيبة قلبي في عيد ميلاد عيالك، في عيد ميلاد جوزك، في عيد ميلادك، بأقل المكونات بسطنا نفسنا وبسطنا كمان عيلتنا الحلوة. بصوا يا حبايب قلبي الهشاشان، بصوا الهشاشان، بصوا انا عايزة ايه اوريكم. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا بقى مش قلتلكوا دي تورته؟ بصوا جاتو، جاتو يا حبايب قلبي لمناسباتك يا حبيبة قلبي، ما تقوليش لا، اعمليها وجربيها. و انا كده يا حبايب قلبي اكون خلصت الفيديو بتاعي، ولو شفتيه ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك، ولو انت مش مشتركة اشتركي، قناتنا هتنول اعجابك باذن الله. ومن هنا الفيديو الجاي يا حبيبة قلبي اقول لكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.